في جزء من الفيديو ده هيبقى عن حياتي الشخصية هيفيدكم. وجزء علم نفس شوية. باين من عنوان الفيديو قصتي مع علم النفس وازاي هو افادني. المتابعين اللي على يوتيوب ومش جايين من على البرنامج التاني فهم لسه ما يعرفوش مين نرمين وبتعمل ايه في حياتها وليه بتتكلم في علم النفس وفي العلاقات ليه في الزون دي. اولا اللي كانوا بيشتكوا من الصوت اكيد انتم مبسوطين دلوقتي لان انا غيرت تقريبا الصوت علشانكم انتوا. الفيديوهات اللي فاتت ما كانتش وحشة، يعني كان صوتها كويس، ولكن خلاص كده عملنا تطوير في التصوير، في الكادر، في الكاميرا، في المايك. قولولي ايه رأيكم في كل حاجة، انا غيرت كل حاجة عشانكم. طيب نبدأ بقى نخش في الموضوع. قصتي ايه مع علم النفس؟ الفيديو ده من غير سكريبت، يعني هحكي لكم تجربتي. على فكرة انا معظم فيديوهاتي من غير سكريبت، كأني بتكلم مع صحابي. فهحكي لكم بقى تجربتي، هحاول ان انا اختصر. انا مش في طبعي ان انا بحب اتكلم عن حاجة شخصية مريت بيها. لاني في الفيديوهات بتاعتي بيبقى في كومنتات، انتي بتتكلمي من منظورك، من مشاكلك، من معرفش ايه. انا عمري ما اتكلمت من منظوري او من رأيي الشخصي او من مشاكلي، انا بتكلم بعلم النفس. نادرا لو اتكلمت من خلال تجربة شخصية. في كل المواضيع اللي انا اتكلمت فيها مش شرط اكون مريت بيها. بس هل ده معناه ان انا مش بحس باللي مروا بالمشكلة دي؟ لا، لاني اكيد شفت ناس كده، اتعاملت مع ناس كده بحكم ان انا اخصائية نفسية. فالموضوع مش زيرو تجارب، ومش لازم التجربة تكون شخصية. طيب، علم النفس معايا بدأ من وانا صغيرة. انا من وانا صغيرة شخصية اجتماعية، بس صعب ان انا اكون صداقات. حابة ان انا اكون اجتماعية، عندي طاقة ان انا ابقى اجتماعية، ولكن بكون صداقات بصعوبة. مايلة شوية للانطوائية، بسبب ان كان في شخص في العيلة عندي في اهلي بتعرض منه للتنمر. دي من اسباب برضو ان انا دخلت في علم النفس. كان في جزء قلق في حياتي كبير جدا بسبب مشاكل عائلية دايما مستمرة. ما كانش في جزء مستقر نفسيا دايما. كان دايما في، عارفين انتوا التقلبات، المشاكل لما تعيشوا مع شخص آه، مش بتسمعوا منه كلام ايجابي او. فانا كنت بقى طفلة مش عايزة ان انا اكون ضحية. يعني معرفش، انا مش عايزة اكون ضحية. مع ان في جزء كبير من حياتي وانا صغيره، ما تستغربوش، وانا صغيره ما اعرفش ازاي كنت بفكر كده. كنت ممكن اطلع اقعد على البلكونه وانا عندي 10 سنين واقول ياه، انا نفسي انط من البلكونه، نفسي اموت، انا مش عارفه اغير حياتي، مش عارفه اغير الاشخاص اللي في حياتي. كان تفكيري كده. فكرت في الانتحار كتير، كان عندي درجه اكتئاب رهيبه. آه عندي قلق، كان عندي حاجات كتيره جدا، وكان عندي رهاب اجتماعي، فكان عندي كلاكيع نفسيه. السبب جزء منها الاهل وطريقه التربيه. ف قلت انا مش هعرف اغير البيئه اللي انا فيها. لما بقى عندي 13 14 سنه قلت انا مش هعرف اغير البيئه اللي انا فيها، ولكن اقدر اغير تاثير الاشياء دي عليا. فكنت شغوفه قوي بقراءه كتب علم النفس. ما كانش لسه بقى في محتوى اليوتيوب، ما كانش فيه الكلام ده. يعني انا تقريبا النت دخل بيتنا وانا في تانية اعدادي او اولى اعدادي. فاكرين السلك ده؟ هو انا مواليد 96. اللي مهتمين ان هم يعرفوا سني، انا مواليد 96 يعني عندي 30 سنه. فقديمة شوية، مش قوي يعني، أنا لسه صغير. فالسلك النت دخل بيتنا وانا في تانية اعدادي. فاول بقى مفهومي عن السيرش كان على جوجل. فاكرين جوجل زمان؟ كنت بقى احب اعمل سيرش وافهم، ويعني ليه حاسه بكذا وليه حاسه بده. فالموضوع بدأ معايا في علم النفس ان انا عايزه افهم مشاعري، عايزه افهم انا حاسه بكده ليه، عايزه افهم الشخص ده بيعملني كده ليه، ايه سلوكه، طب ايه سلوكي انا. فالموضوع بدأ معايا قرايه كده. ما كانش في دماغي بقى انا عايزه اطلع اخصائيه نفسيه ولا دكتوره نفسيه. بحاول اسرفايف، انقذ نفسي، يعني ان انا مش عايزه اكون ضحيه، انا عايزه اغير حياتي. بس لما بقى دخلت الجزء اللي هو التاني من حياتي، اللي هو لما كنت في ثانويه عامه، فبدأ بقى الموضوع معايا ان انا عايزه اخد، اروح بحضر ندوات في علم النفس. اول ندوه حضرتها كانت في البادي لانجوج. وبعدين بقى عارفين كتب ابراهيم الفقي؟ كنت مغرومه بالكتب دي، كنت بشتريها. اي كتاب بقى في علم النفس وكده، عارفين بقى الناس اللي فرشه على الارض وكده، كنت بحب قوي يبقى عندي كتب.
كنت بقرأ كتير الفترة دي، معرفش، دي حاجة أنا بحب أعملها عشان السرفايف، عشان أعرف أتعامل مع البيئة اللي أنا عايشة فيها، عشان أنا أعرف أكون واثقة في نفسي، عشان أنا عندي جزء فيه رهاب اجتماعي. انا عندي صداقات، وكان عندي صداقات كتيرة، وكنت بشترك في أنشطة في المدرسة، بس كل ده جه من القراية. لما القراية قالت لي ان انا اواجه، لما القراية قالت لي ازاي اتعامل مع نفسي. عارفين كلام اهالينا ما كانش كلام اللي هو التربية الحديثة، ان هم يقعدوا معاك ويقول لك انت لازم تكون واثق من نفسك، وانت حلو، وانت 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 ودايما على ودانك. لا، انا كنت بدي الكلام ده لنفسي من خلال القراية في علم النفس. عشان كده بقول لك علم النفس هو اللي رباني، وهو اللي خلاني سرفايف. جيت بعد كده بحضر الندوات دي حبا بس في الشيء ده. انا اصلا كانت هواياتي وقتها موسيقى، رسم، احضر ندوات علم نفس عشان افيد نفسي، مش في دماغي ان انا اخدها كارير. بس الكتب بقى اعتمدت عليها، وسيرش جوجل والكلام ده كله. جيت بعد كده في ثانويه عامه حصل انفصال لاهلي، تعرضت للقلق، الانكزايتي، النوم، الكوابيس، اثر عليا في درجاتي في ثانويه العامه. ما جبتش المجموع اللي انا كنت عايزاه، بس ولكن المجموع يدخلني عادي كلية، يعني ما كانش 50%، انا اعتقد كان حاجة و70%، مجموع قليل برضه. بس فانا مش عارفة ادخل ايه. فكنت اللي هو حاسة بيأس. بس فمامتي اختارت لي ان انا ادخل بيزنس. فقلت تمام، يلا ندخل اقرب جامعة ايه. دخلت. الفترة دي كلها انا ستيل شغوفة بعلم النفس، عشان انا عايزة اعالج المشاكل النفسية اللي عندي. وفكرة ان انتي تروحي لدكتور نفسي وانتي اصلا لسه مش مستقلة بحياتك، ولسه مش ايه ثقافة الدكتور النفسي مش موجودة اصلا. فانا كنت بسرفايف بنفسي. خلصت، خدت البكالوريوس، خلصت، حاولت اشتغل كحسابات، التخصص بتاعي، بل واخدت فيه دبلومات علشان اكون شاطرة في المجال ده. اشتغلت في الحسابات، اشتغلت ماركتينج، اشتغلت حاجات كتير كتير، كنت بحاول الاقي نفسي. استيل انا في علم النفس شغوفة بيه، وبحضر كل الحاجات بقى، وطلع بعد كده ناس على اليوتيوب بقيت احضر لها مع الكتب مع السيرش. نقطة التحول بقى، نقطة التحول، انا جزء استعدته. ثقتي بنفسي رجعت لي لما بدأت افهم مشاعري وسلوكي وعايزة ايه في حياتي من القراية. القلق، الرهاب، المشاكل اللي كانت عندي في جزء ما اتحلش غير بالعلاج، على فكرة عشان اكون صريحة معاكم. مش دايما المشاكل النفسية اللي عندك علاجها سلوكيا، لازم يبقى في جزء دوائي ممكن تحتاجيله، ومش عيب. فاخدت بقى طريق السلوك. هو طريق صعب، انا بشوف ان دي رحلة، يعني رحلة نجاة، ما حدش ساعدني فيها غير نفسي. فانا فخورة بنفسي، انا اللي قومت نفسي، انا اللي ساعدت نفسي، ما حدش جه قال لي يلا انا هشدك، انا اللي شديت نفسي. وعشان كده انا شغاله اقول انا كتير، مش انانيه والله، بس انا عايزه اوصل لكم فكره معينه. يعني انا للي حواليا، لاهلي، للناس المقربه مني من بدري، وانا الجزء العاقل في حياتهم اللي بينصح، لكن ما حدش يعرف انا بمر بايه، وانا بعاني بايه، وانا ايه اللي بدور عليه في حياتي. فكان الجزء المخفي بتاعي هو ده. لما كنت باجي انام كده، قبل ما انام اقعد اسمع فيديوهات. انا عايزه اقولك على حاجه، اي حاجه بتسمعيها، اي حاجه بتستثمريها في نفسك، مش شرط تلاقي نتيجتها دلوقتي حالا. دي ممكن تشوفي النتيجه دي بعدين، من تطور شخصيتك هيحصل بعدين، مش لازم يحصل دلوقتي. فجيت بعد كده بقى نكمل رحله التغيير الجذري، واللي خلاني اخد تخصص ان انا اكون اخصائيه نفسيه، هي اول ما اتجوزت. خلاص، اول ما اتجوزت خلفت على طول، فحصل لي زي اكتئاب الحمل. حسيت ان انا حياتي وقفت، مش عارفه اشتغل، مش عارفه اعمل حاجه في حياتي. فقررت ان انا اسرفايف تاني. لا 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 لا، انا هكون ام، وبرضه ستيل مسؤوله عن حياتي، لان انا من جوايا شخص طموح شويه، يعني مش بحب الحياه الفاضيه اللي من غير هدف. الحياه من غير امل ما تتعش اصلا، لان انتي لو ما عندكيش هدف وامل في حياتك هتتعلقي باي شخص، وهتبقي مش ارض ثابته لنفسك. فبعد كده قلت لا، انا ايه اللي محتاجه اعمله علشان اكون اخصائيه نفسيه. فقررت ان انا اخد دبلومات، دبلومه ورا التانية ورا التالتة، لحد ما خدت 10 دبلومات. بصراحه نصهم ما كنتش محتاجاهم
كمادة دراسية كان معظم المعلومات أنا عارفاها لأن أنا بقراها من زمان، فنتيجة استثماري في نفسي من وأنا صغيرة ظهرت دلوقتي، فبقيت أسمع المعلومة وأنا عارفاها، أنا قريتها، أنا عارفاها. عشان كده بقولك ما تستقليش بشيء انت عملتيه، بكورس أخدتيه، بمعلومة عرفتيها، بشغل نزلتي جربتيه، هتلاقي نتيجته بعدين فيكي، هتلاقي الفايدة اللي هتاخديها مش لازم تظهر لك دلوقتي. أي تجربة بتخوضيها في حياتك بيظهر نتائجها بعدين. فأخدت 10 دبلومات في علم النفس، إن أنا أكون أخصائية نفسية، تخصص إرشاد نفسي وأسري وصحة نفسية. ما اكتفتش بكده، أنا ستيل كان عندي شوية anxiety مأثرة عليا في النوم، في الأرق، في الكوابيس، فكان لازم تدخل دوائي. فرحت للدكتور قلت له بص يا دكتور، أنا عندي anxiety وأنا مش جاي أشخص عليك، أنا مشخصة نفسي وعارفة أن حضرتك هتقولي كده. راح عمل لي رسم أشعة على المخ وقال لي ان انت عندك العصب المسؤول عن الهدوء عالي شوية. فالعصب اسمه العصب السمبثاوي كان عالي، فده اللي بيسبب استعداد للغضب من اقل شيء، ده اللي عامل الانكزايتي. عشان كده بقولك في امراض نفسية بتأثر على العصب، بتأثر على الهرمونات، فمش بيحلها غير الدواء مع السلوك، مع تغيير السلوك. فأخدت كورس علاج لمدة سنة، الحمد لله من أفضل القرارات اللي أنا خدتها في حياتي. نعمة الهدوء، نعمة الثبات الانفعالي مع سلوكيا، احنا بنظبط العصب وبنظبط الهرمونات وفي نفس الوقت بنغير سلوكنا. إذا انتي محتاجة 2 في حياتك، محتاجة الأخصائي النفسي وأحيانا بتحتاجي الدكتور النفسي. هل أنا أقدر أفتح عيادة؟ لا، أنا لسه ما أقدرش أعمل الخطوة دي. أنا اللي أنا بعمله إن أنا بدي سيشنز أونلاين، بحب أعمل قوي كونتنت، بعمله من 7 سنين من غير أي مقابل مادي. أنا على اليوتيوب من 7 سنين، اللي بيقولوا ساعات ان الفيديوهات عشان تاخدي فلوس، خالص يا جماعة والله خالص. انا حتى بساعد ناس كتيرة بتخش تكلمني بديها استشارات مجانية، ولو انتي بعتيلي وانتي بتسمعي الفيديو عندك مشكلة خشي على المكان التاني، علي 60,000 هناك، احنا هنا لسه بس قليل، علي 60,000 هناك فاتحة المسجات، خشي على المكان التاني اللي بنزل عليه صور برد عليه على مسجات. فانا بساعدكم فور فري لاني الحاجة دي ساعدتني، فمحتوى علم النفس شخصيا ساعدني انا في حياتي، فرسالتي ان هو كمان يساعدك انتي، ان ده علم لو عرفتي قيمته وكل معلومة بتسمعيها كل يوم لو مغيرتكيش دلوقتي هتغيرك بعدين. ما نتيجة الفيديو ده عايزة اقولك اني كل ثقافة وكل علم انتي بتقري فيه مش بس علم النفس هتلاقي نتيجة ده بعدين. ويا عالم ممكن يبقى شغفك بقراءة شيء، هوايتك بحاجة، ده يبقى مستقبلك بعدين. انا عمري وانا صغيره ما قلت ان انا هكون اخصائيه نفسيه او هكون كونتنت كرييتور في علم النفس. انا بعمل الحاجه دي بس كده اللي هو حاجه بتسرفايف، حاجه بتهديني، قراءه السلوكيات، المشاعر، الافكار، فهم الناس، البادي لانجوج، هوايه بحب اعملها. ولكن لما كبرت لقيت ان الهوايه دي عايزه تتحول لشغل، بقى شغفي، بقيت حاجه اعملها من غير زهق. فاي شيء بتعمليه هوايه كملي فيه، ممكن يكون مستقبلك بعدين. وما تخليش كليتك حد يحدد هدفك ايه، ما تقعيش في الفخ ده لان انا وقعت فيه شخصيا، ولا تخلي المشاكل اللي حواليك تأثر على اهدافك. المشاكل هتفضل موجودة، الناس اللي مش سوية ممكن تفضل في حياتنا وما نعرفش نخرجهم من حياتنا. الصح ان احنا نعمل ايه؟ نغير نفسنا احنا، نغير تأثيرهم علينا، نركز في مستقبلنا، نركز في احنا عايزين ايه. لان ممكن نفضل عايشين في طاقة سلبية ومع ناس مش أسوية، ومن كتر تركيزنا عليهم ننسى نفسنا وننسى احنا عايزين ايه. جزء كبير من حياتي قضيته مع ناس سلبية، ما كنتش عارفة انا عايزة ايه. يمكن لو كنت ركزت مع نفسي وانا صغيرة كنت عرفت ان انا عايزة المجال ده، كان عندي فرصة ان انا اخش اداب علم نفس وادخل المجال ده من بدري. وعارفة عايزة اقول لكم سبحان الله، انا وانا في ثانوية عامة اخترت ان انا اكون ادبي مش علمي. الناس كانوا بيبصوا لي كده، ادبي؟ حد يختار ادبي؟ قلت لهم انا عايزة اكون ادبي، انا بحب علم النفس والفلسفة وكنت بجيب فيها درجات عالية، بس انا مش عارفه انا عايزه ايه. عشان البيئه اللي انا محاطه بيها كانت اجتماعيا فيها قلق ومشاكل واكتئاب فما كنتش عارفه انا عايزه ايه. كنت بقول دي هوايه، ايه يعني هيتحول يعني الشغل هيتحول لايه؟ ده حاجه انا بحبها وخلاص. انا عايزه اخش اقتصاد وعلوم سياسيه، عايزه اخش اعلى كليه باعلى درجات، في الاخر طلع ده مش صح.
ولكن انا ايجابيه والفرصه لسه ما راحتش. انا بدات ان انا اعمل دبلومات من 5 سنين، فالحمد لله خلصت ال10 دبلومات، وستيل انا لسه عايزه اكمل. المجال ده بحر وكل يوم فيه جديد. فانا بشوف ان الفرصه ما انتهتش. لو انت عندك 40 سنه وتسمعيني، لو انت عندك لسه 18 سنه، لو انت صغيره، لو انت كبيره، الحياه ما خلصتش طول ما انت فيك النفس. كل يوم حاولي وجربي. وعلم النفس، لو انت مكتئبه او انت عندك قلق، ايا كانت المشاكل النفسيه اللي بتمر بيها، قراءه كتاب او استماع فيديو ليا لحد تاني والله هيساعدك. حتى لو انت فاكره ان انت بتحشي بس دماغك معلومات وبس، لا، العقل الباطن كل يوم بيتجدد. كل ما بتدخلي له افكار كويسه كل ما بتكوني احسن. وزي ما انا شفت نتيجه ده عليا، عايزه اشوف نتيجه ده عليكي. لو الفيديو عجبك واستفدتي قوليلي في الكومنتات، وعرفيني بتتابعيني من فين، وعرفتيني من فين اصلا.